فيديو اليوم حنحضر أسهل وأفخم كيكة ممكن تحضروها، كيكة الكيت كات. نستخدم آلة بمقاس 18. لتحضير كيكة الكيت كات نحتاج 18 قطعة من الكيت كات، نرتبهم بشكل دائري وبنثبتهم كتير منيح. بعد ما رتبنا قطع الكيت كات بالكامل نبدأ بتحضير طبقة البسكويت. نستخدم 2 علبة بسكويت الكاكاو ما يعادل 140 غرام. نحتاج محضر الطعام لطحن البسكويت ناعم. نضيف إلى البسكويت الناعم ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ و2 ملعقة كبيرة حليب. نستخدم محضر الطعام حتى نحصل على القوام المطلوب. طبقة البسكويت جاهزة، نوزعها في القالب بشكل متساوي مع الضغط إلى الأسفل. نضع القالب جانبا ونبدأ بتحضير الكريمة. نستخدم 20 قطعة من الجبن الكريمي بدرجة حرارة المطبخ ما يعادل 300 غرام. نخفق حتى نحصل على قوام الجبن الكريمي الناعم. نضع الجبن الكريمي جانبا ونبدأ بتحضير الكريمة. نستخدم وعاء بارد تماما. مقادير الكريمة: كوبين حليب، كوبين كريمة دريم ويب بودرة. نخفق أولا على سرعة منخفضة ثم نرفع السرعة مدة الخفق 5 دقائق حتى يتضاعف كمية الكريمة. نضع الجبن الكريمي مع الكريمة ونخفق حتى نحصل على قوام ناعم تماما. قوام الكريمة المطلوب: نضع جزء من الكريمة بشكل متساوي. بسكويت الجوزاء: نضع أنصاف بسكويت الجوزاء بين طبقات الكريمة، بتعطي طعم كتير طيب. بإمكانكم إضافة كيت كات أو أي نوع بسكويت بتحبوه. نوزع باقي الكريمة بشكل متساوي ونضعها في الثلاجة ساعة واحدة. بعد مرور ساعة نستخدم 50 غرام من حبيبات الشوكولاتة داكنة، ملعقة صغيرة زبدة بدرجة حرارة المطبخ، بندوبهم مع بعض ونزين فيه. بإمكانكم استخدام كيت كات مطحون للزينة. للتزيين شوكولا بيضاء.
نقوم بإزالة القالب. بإمكانكم استخدام شريطة حمراء لتقديم الكيكة هدية. طبقات بسكويت الجوزاء داخل الكيكة عطيها مظهر رائع وطعم أروع وكتير طيب. بتمنى بتجربوها وتعطوني رأيكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.